السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين مسلسل ابنتي. دلوقتي هنقدم أحداث حلقة جديدة. أحداث الحلقة النهاردة بتبدأ لما ديمير أخد جمال من أحمد لما صابه في الرصاص، ووقتها بيكون جمال في العربية مع ديمير، وبالفعل بيكون ديمير عايز ينقذ حياته، لكن فجأة جمال خلاص بيفقد وعيه وبينام على كتف ديمير. ديمير بيتصدم لما بيلاقي دم أصلا، وبيعرف إن كده جمال ممكن يموت، وبيقول له أرجوك اتحمل، وعلى طول بيجروا بيه للمستشفى، وبيطلب من فريق الإنقاذ إن هم يساعدوه، وبالفعل على طول بياخدوا جمال وبيدخلوه لجوه. ديمير بيكون فعلا متدمر ومنهار لما عرف ان جمال هو اللي كان هينقذ حياة بنته، لكن بالفعل جمال دلوقتي في حالة خطيرة، وبيفضل يقول ارجوك يا جمال اتحمل واوعى تموت، لان دلوقتي انت الامل الوحيد اللي باقي لي، ارجوك لازم تعيش علشان خاطر ايكو. وبيكونوا خلاص اخدوا جمال العمليات، وبتظهر ايكو في الوقت ده وهي بتكون نايمة، لكن بتكون جندان هي اللي معاها، وبتكون قلقانة جدا لان ديمير بالفعل اتأخر. كمان بتحاول تتصل عليه، بتلاقي انه موبايله مقفول وما بتقدرش توصل له، وبيبقى ديمير لسه في المستشفى وفعلا منهار جدا، وبيقلق ان جمال ممكن يموت. وبيكون بيبص لاغور، واغور بيقول له انت ليه بتبص كده؟ بيقول له لانك انت السبب في اللي بيحصل لجمال، ولو ما كنتش انت عملت المشكله دي كان زمان جمال موجود مع بنتي في المستشفى وبيعمل ليها العمليه، وان انت بسببك زي ما قتلت والدي ممكن بنتي تموت هي كمان، وان الامل الوحيد اللي باقي لي كان في جمال لان مفيش اي متبرع غيره. واغور بيحاول يقول لديمير انك لازم تهدى لان كل شيء اكيد هيكون بخير، وبيقول له ان انا بريء، لكن ديمير مش بيسمعه، وبيبقى فعلا في حالة حزن شديدة بسبب ان بنته ممكن تروح من بين ايديه لو جمال حصل له اي حاجة. ووقتها بيظهر جمال وهو بالفعل بيكون في أوضة العمليات، وبيحاول الدكتور ان هو فعلا ينقذ حياته ويخرج له الرصاصة، وديمير بيكون قلقان بره، وفجأة بيجي مراد وكمان موجودين في المستشفى، وبيبقى يكون معاه حد من الشرطة علشان ياخدوا اقوال يا ترى الحادثة دي حصلت ازاي، وبيسألوا ديمير ايه اللي حصل، وبالفعل بيعترف بكل حاجة، وان احمد ورجالته كانوا خاطفين جمال وهم كانوا رايحين علشان ينقذوه، لكن في وقتها بعد ما خرجوا من المكان هم اصابوه بالرصاص. وبعد كده بيظهر احمد وهو اخوه فائق، وهم بيكونوا بيتكلموا، وفائق بيحكي له على اللي حصل من ديمير واغور، وان هم هددوه علشان يعرفوا طريقه، واحمد بيقول له ان انا اطلقت الرصاص على جمال واكيد دلوقتي هيبلغوا عني، والمشكله ان ديمير كان معاه وكمان شافني، وبيفهم اخوه ان هو لازم يهرب بعيد عن المكان ده لحد ما الموضوع يهدى، ولازم يحمي حاله، ولما هيرجع اكيد هينتقم من اغور وديمير لانه هم سبب كل توريطه بتحصل له، ولانه فعلا خايف ان اغور ينتقم منه بسبب التهمه اللي اتهمها له زمان في قتل والد ديمير. وبعد كده بيظهر ديمير وهو بيكون مع مراد في المستشفى، بيسأل ديمير عن اللي حصل، وفعلا ديمير بيحكي له الحقيقة وإن أحمد هو السبب وهو اللي أصاب جمال، لكن مراد في الوقت ده بيتهم ديمير إنه ممكن يكون هو اللي أصابه، وبيقول له إن ممكن جمال ده رفض إنه يعمل البنت تكويد ديها النخاع علشان كده أنت بتنتقم منه، وبيفهم ديمير إن هو مش واثق فيها أبدا، وبيقول له أنا عايز حاجة تثبت لي إن أنت فعلا بريء، لكن في الوقت ده ديمير فعلا بيكون متعصب جدا، وكمان باله مش رايق إن واحد زي مراد يقول له كده، لكن ديمير بيدافع عن حاله وهو بيقول لمراد قد ايه انت واحد اناني ومش بتفكر غير في حالك وفي المستشفى، لكن طبعا انا بفكر في جمال لانه انسان زيك وكان لازم انقذ حياته، وكمان هو الامل الوحيد ان هو ينقذ حياة بنتي. وبيتضايق من مراد وبالفعل بيسيبوه وبيخرج، وبيتقابل مع اغور وبيساله يا ترى قدم افادته، واغور بيقول له ايوه، وبيقول له يا ريت ما تكونش خفت من احمد وقلت فعلا الحقيقه. وبعد كده بيظهر احمد هو واخوه وهم بيكونوا هربوا المكان، بيكون المكان مش عاجبه، واخوه بيقول له ان ده اللي انا قدرت الاقيه، وبيحاول يتخبى لحد فعلا ما الشرطه تهدى. وبعد كده بتظهر ايكو مع جندان وهي بتسالها يا ترى فين بابا وليه اتاخر بره، وكمان طلع يوم جديد وليه هو ما جاش، وجندان طبعا بتحاول تطمن البنت وان ديمير اكيد هيجي، وبرده بتحاول تتصل بديمير ومش بتكون قادره توصل له. وبعديها بيظهر ديمير وهو بيكون في المستشفى، وبيخرج الدكتور من عند جمال، وديمير بيساله عن حالته. الدكتور بالفعل بيتكلم مع ديمير لكن بيقول له ان الموضوع مقلق وان انا فعلا مش مطمن، لكن لازم تكون قوية ديمير ومش علشان خاطر اي حد غير بنتك ايكو. وديمير في الوقت ده بيكون فعلا خلاص مش متحمل انه يفضل بعيد عن بنته اكتر من كده، بيفهم اغور ان لازم يفضل في المستشفى وهو هيروح علشان يطمن عن ايكو. وعلى طول ديمير فعلا بعديها بيكون راح للبيت وبيلاقي ان ايكو صحيت وبتجهز لمدرستها، بتقول له يا ترى ايه اللي حصل يا بابا وكنت وعدني انك هتحكي لي عن اللي حصل. بيقول لها فعلا لقينا المتبرع وكمان شخص انت تعرفيه، بتقول له يا ترى هو مين،
وبيقول لها هو جمال. أيكو في الوقت ده بتستغرب جدا وبتفتكر جمال لما كان بيهددها بحياة دمير ان هو هيبلغ عنه الشرطة وان هو هيدخل السجن لو ما خلتش جمال ده يكون باباها، وكمان لو ما راحتش تعيش مع آسو. ولكن أيكو في الوقت ده خلاص بتقول له ماشي يا بابا، وبتتحمس فعلا للموضوع وبتقول له خلاص انا هروح اجهز علشان نروح للمستشفى. بيقول لها لا يا أيكو مش النهارده لان حصل موضوع مهم، وطبعا مش بيحكي لها ان جمال صار له حادث. بتفكر ان دمير بيكذب عليها وبيقول لها ارجوكي انا مش كذاب وصدقيني في حاجات كتير انت هتفهميها لما تعرفيها. وبتكون أيكو غضبانه جدا وخلاص مش عايزه تسمعه، وبتقول له انا عارفه ان انا هفضل تعبانه ومش هخف ابدا. بيقول لها صدقيني ده كلام انت بتقوليه لكن الحقيقه غير كده، وبيفهمها الحقيقه وان جمال مصاب، وبالفعل بياخدها للمستشفى علشان تصدقه. تفضل أيكو تتكلم مع جمال وبتقول له بتمنى ليك الشفاء مش علشان خاطري انا بس لكن علشان خاطر نفسك برضو، انا بتمنى انك تخف. وخلاص بيكون دمير بيودع أيكو علشان تروح لمدرستها وبيقول لها انت الاميره وانا الرجل الحديدي ولازم هنكون جنب بعض وهندعم بعض للنهايه، ودلوقتي لازم نستنى لحد عمك جمال ما يكون بخير وبعد كده نعمل العمليه. وأيكو خلاص بتكون رايحه للمدرسه مع جندان. بتظهر سيفجي بعد كده وهي بتكون في فصلها لكن أيكو بتكون لسه ما جاتش. مارت جيم بيسأل عليها وبتقول له انها في الطريق، وبيظهر أغور بعد كده وهو في المستشفى وبيبص لجمال. بيكون بالفعل زعلان علشانه وبيفتكر وقت ما كانوا صغيرين، وجمال بيعترف ان دمير ده اخوه لكن بيكون من ام واب تانيين. وكمان كان بيقول له أغور ان هو لو اخويا حقيقي انا ما كنتش هحبه الحب ده كله. وبالفعل بيكونوا عايشوا طفولة وشباب حلوة جدا مع بعض، وبيكونوا كانوا بيحبوا بعض كتير. وجندان بعد كده بتكون وصلت للمدرسة، ووقتها سيفجي بتسألها ليه اتأخرتوا. بتحكي لها جندان على اللي حصل مع جمال وإن أغور ودمير أنقذوه، وإن أيكو كانت عنده بتزوره في المستشفى لكن طبعا زعلت جدا لما عرفت إنها مش هتقدر تعمل العملية، وكمان زعلت على اللي حصل لجمال. وبيفهموا إن البنت نفسيتها تعبانة جدا. وجندان بعديها بتكون في عيادتها ومراد بيروح ليها وبتقول له يا ترى إيه سبب الزيارة. بيقول لها أنا جاية أقول لك إن دمير ده إنسان مش طبيعي وحياته مظلمة وأكيد هيدمرنا انا وانتي طالما دخلنا احنا جوه حياته، والموضوع مش متعلق بأيكو لكن متعلق بدمير. وبيبقى عايز يعرف سبب الحادث اللي حصل لجمال، وبتقول له بجد انا ما اعرفش اي شيء، لكن بتحس برضه بأنانية مراد في كل حاجه. وبيقول لها انا بس جايه احذرك ان حياتك مع دمير بتكون خطر. وجندان بتبص لمراد وبتكون عيونها مليانه دموع، وفعلا بتكون منهاره من اللي بتسمعه ومش متخيله ان مراد قد كده اناني ومش بيفكر غير في حاله. ودمير بعد كده بيكون في شغله وبيكون متوتر جدا بسبب اللي حصل لدرجة انه بيتعصب على الزباين الموجودة. بيضطر المدير انه يطرده قدامهم لكن بعدها بيخرج لبره وبيقول له ما اقصدش اطردك لكن بعمل كده علشان ادير المكان. وبيدخل تاني دمير وبيقول له لازم تعتذر منهم علشان خاطر الشغل يمشي. وبالفعل دمير بيعمل كده علشان خاطر يلاقي شغل، ويبدأ تاني يدخل شغله ويشتغل من جديد. وبعد كده بتكون أيكو خرجت من مدرستها وجندان بتروح علشان تجيبها. بتلاقيها زعلانة جدا ومتضايقة وبتقول لها يا ترى في ايه. في الوقت ده أيكو بتحكي لها انها متضايقه بسبب ان ممكن العمليه دي ما تحصلش، لكن جندان بتهون عليها وبتقول لها ان طبعا كل شيء هيكون بخير، وانا دلوقتي هاخدك وهنروح لمكان وهناكل وكمان هنشتري الكتب. وفعلا بيروحوا يشتروا كل الكتب اللي بتحبها أيكو، وكمان بتوديها للمطعم وبتحاول تاكلها الاكلات اللي دمير منعها منها على اساس ده ترفيه وبتهون عليها. لكن أيكو برضو بتكون متضايقه وجندان بتقول لها ارجوكي لازم تكوني مطمنه وتكوني عارفه ان جمال ده هيتعافى وان العمليه بتاعتك هتكون كويسه واكيد انت كمان هتتعافي وكل شيء هيرجع مكانه. أيكو بالفعل بتبتسم وبتكون مبسوطه وبتفهم جندان ان دمير وعدها لو خفت وبقت كويسه هيوديها في عطله وكمان هيوديها للبحر ويعلمها السباحه. وبتظهر سيفجي بعد كده وهي بتكون رايحه لمدرسه السم وبتطلب من المديره انها تعلمهم، ووقتها المديره بتشكر سيفجي جدا على التطوع الجميل اللي هتعمله. وسيفجي بتكون طبعا مبسوطه جدا ان الاطفال بيحبوها وبيكونوا بيتعلموا منها بشكل كويس. فعلا سيفجي بتبتدأ انها تروح للمدرسه للصم فكمان بتحاول تعلمهم. فعلا الاولاد بيكونوا مستقبلينها استقبال كويس جدا وبيكونوا حابينها، وبتحاول سيفجي في الوقت ده انها تتعرف عليهم. وأغور بعد كده بيظهر وهو في المستشفى لكن بيكون نايم. بتحاول الممرضه انها تصحيه ووقتها بيتصل بمامته وبيطمنها عنه وان هو فعلا بخير وان هو هيرجع ليها. وأغور بعديها بيكون خرج من المستشفى وبينام برضه تاني في العربيه، ووقتها بيحلم ان سيفجي جات له في منامه وكمان بتصحيه
بتصحيه وبتقول له ان انا هنا. وايكو بعد كده مع جندان في طريقهم وهم مروحين وفجأة بيسمعوا صوت قطة. في الوقت ده ايكو بتوقف العربية الموجودة واللي ماشية على الطريق وبتحس ان العربية دي جواها القطة اللي بتبكي، وبتوقفها جندان وبالفعل بينزل السواق صاحب العربية وبيدور على القطة وبيلاقيها وبتاخدها جندان. ووقتها ايكو بتكون مبسوطة جدا وبتشكر الراجل ده ان هو جابها لها، وبتكون جندان وايكو فرحانين انهم انقذوا حياتها. وايكو بتقول لجندان قد ايه القطة دي محظوظة ان هي هتكون معانا وكمان هتكون معاكي لانك انت هتعالجيها وكمان هتخلي بالك منها. وخلاص بياخدوها علشان يرجعوا للبيت. وكده بنكون انتهينا من احداث الحلقة النهاردة، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.